هو تفكيره كله في ان هو بينظم اليوم هيبقى عامل ازاي. انا هذاكر إيه دلوقتي، انا هتغدى إيه النهارده، انا هروح فين بالليل. كل الكلام ده هو انت حاطط لود على دماغك، حاجه بنسميها الكوجنيتيف لود او بالعربي اسمها الحمل المعرفي. انت بتحمل على دماغك في كل قرار تاخده، بتستهلك طاقه كبيره قوي. على الناحيه التانية لما يكون عندنا سيستم، الحاجات اللي بنعملها بشكل مستمر بيبتدي يتحكم فيها البيزل جانجليا، اللي هي بالعربي العقد القاعديه، هي اللي هتبتدي تنظمني وتمشي لي حياتي. لان انا الحاجات دي بقيت متعود عليها. انا اوتوماتيكلي مثلا بروح الشغل يوم الاثنين، برجع اعدي على الجيم، بروح بيكون معايا شويه وقت، في الوقت ده مثلا انا بحضر فيديو. يوم الثلاث انا بروح الشغل، برجع اعدي على الجيم، بالليل بمنتج الفيديو ده. يوم الاربع انا بروح الشغل، ارجع اعدي على الجيم، اروح هيبقى معايا شويه وقت هقرا فيهم كتاب واقعد اتفرج على فيلم. لما يكون عندي سيستم وروتين بيتكرر، انا مش محتاج كل شويه اضغط على الفرونتال كورتكس او على دماغي ان هي تاخد قرار. الحاجات دي بتحصل اوتوماتيكلي عن طريق البيزال جانجليا او اللي هي تاني العقد القاعديه. فكنتيجه كده بنفضي مساحه او بنوجه طاقه دماغنا لحاجات تاني مهمه اكتر، حاجات تاني تديني عائد اعلى على استثماري لوقتي ومجهودي الفكري ده، بدل ما يكون ضايع في اتخاذ القرار. لا، انا القرارات اوريدي محطوطه، انا المجهود ده بيبذل في ان انا اطور من نفسي باشكال مختلفه وفي مجالات مختلفه.